السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعمل النهاردة بقى باتيه الأفران بس في البيت. شايفين شكله، شايفين الطبقات بتاعته باينة من الجناب اهي، وهش كده وطري جدا من جوه وحلو قوي، وطعمه اللقمة جميلة، يعني اللقمة ليها طعم كده غير الأفران خالص. وكمان انا عملت الكمية دي من كيلو دقيق، طلع لي يعني كمية باتيه حلوة. وده طبعا الحشوة اللي هي بالشوكولاتة، انا عملت سادة وشوكولاتة. تمام، يلا بينا نشوف المقادير. معايا هنا كيلو من الدقيق وظرف فانيليا واربع معالق من السكر وكيس من بيكنج باودر وكيس من الخميرة. تمام كده، كيلو دقيق، ظرف فانيليا، ظرف بيكنج باودر، ظرف خميرة فورية، اربع معالق من السكر وذرة ملح، بالظبط كده. ومعايا كمان بقى هنعجنه المادة السائلة ايه. عندك مية اعجني بالمية، عندك كوباية زبادي اعجني بكوباية الزبادي، عندك كوباية لبن اعجني بكوباية اللبن. انا هنا كان معايا خض مطلعاه من السمنة البلدي. انتوا عارفين ان انا كنت عاملة معاكم فيديو قبل كده، عاملة معاكم السمنة البلدي والجبنة والقريش والحاجات دي. فانا كل اسبوع كده بجيب 5 كيلو لبن اعمل بيهم الجبنة بتاعت الاسبوع، واطلع منها الزبدة اللي استخدمها في اكل بيتي. والخض ده انا بستخدمه كده يعني، فقلت ايه اصور بيه باتيه معاكم. فالخض ده انا عايرته، طلع كوبايه ونص من الخض. ما عندكيش خض زي ما قلتلك زبادي، ما فيش لبن، ما فيش، تمام، يبقى الميه هيبقى زي الافران بالظبط برضه. حطينا بقى هنا الكيلو الدقيق بالمكونات اللي احنا حطيناها عليها كلها، هنبتدي نعجنه في الخض كده او في اللبن او في الزبادي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما كل العجينة كلها تختلط بالخض، هبتدي بقى انزل بالمية شوية شوية. هاخد حوالي نص كوباية من المية، مية دافية او فترة كده. خلاص العجينة بتاعتي كانت بقت جاهزة. بالمناسبة انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت حوالي ربع كوباية من الزيت في اخر العجينة او مع الخض، يعني مش هتفرق. تمام، المهم ربع كوباية من الزيت، يا تحطيها في اخر العجن عشان تلمي العجينة من حلة العجن، يا اما تحطيها مع اللبن او الزبادي او الخض اللي انت هتعملي بيه. تمام، هي كده كانت العجينة بتاعتي كانت اتعجنت كويس وبقت عجينة طرية ومش بتلزق، عجينة ناعمة بس برضو مش سايلة. سبتها كده في حلة العجن قد ساعة عشان احنا في الشتاء، وبعد كده بقى هتشوفوها معايا دلوقتي. بالمناسبة يا جماعة اعملوا كده في البيوت، على اساس ان الحاجة بقت غالية جدا. قطعة الباتيه برا بقت ب6 جنيه و7 جنيه، يعني مش مشبعة خالص، وكمان ما بقاش ليها طعم، يعني سبحان الله يعني. فانت اعملي كده في البيت. ما عندكيش خض زي كده اعملي بكوبايه زبادي، ما فيش اعملي بكوبايه ميه، عجيني بميه مفيش مشكله. او لو هتغرمي تمن كوبايه زبادي احسن بكتير من ان انتي تشتري الحاجات دي من بره. وكمان يعني خلي البيت دايما بيتك يبقى فيه الحاجات دي عشان الولاد. بصوا بقى العجينه هنا بتاعتي عامله ازاي، تحسوها جلسه. فبعد ما بططتها كده سبتها شويه 10 دقايق كده يعني ترتاح، على اساس ان انا لما افردها ما تمطش معايا. بعد كده ابتديت فردتها كده على الترابيزه بتاعتي بشكل مستطيل. تمام، بعد ما سبتها ترتاح شويه طلعتها من حله العجن، حاولت ابططها لقيتها بتمط معايا فيها عرق، فسبتها قد 10 دقايق عشان ترتاح. وبعد كده ابتديت افردها كده على الترابيزه او على الرخامه بشكل مستطيل. وبعدين جبت قد نص كوبايه من الزبده او السمنه اللي عندك. ما عندكيش زيت يعني برضو الموجود. بس اهم حاجة الخطوة الاساسية ان انتي بعد ما تدهنيها الدهنة دي تدخليها التلاجة 10 دقايق. يعني لو هتحطي زيت دخليها التلاجة 10 دقايق، لكن لو حطيتي زبدة او سمنة سيبيها كده على الترابيزة بس متغطية برضو ال10 دقايق، عشان بس المادة الدهنية اللي فيها تمسك، عشان وانتي بتفرديها تاني ما يعني المادة الدهنية اللي فيها السمنة او الزيت اللي فيها ما يبوظش من العجينة. تمام، بعد كده بعد ما دهنتها بالشكل ده، بعد ما فردتها مستطيل ودهنتها كلها زبدة كده،
ابتديت اقطعها بقى كده ايه شرايح زي ما انتم شايفين، من هنا كده الشريحة دي، ومن الناحية التانية نفس الشيء، ومن النص سليمة، يعني الخط اللي في اليمين والخط اللي في الشمال ما وصلوش لبعض. تمام. هبتدي بقى ايه بعد ما قطعتها كده، هاخد بقى الجنب ده على الجنب ده واروح تانيها كده لقدام، بعدين اخد الجنب الشمال على الجنب اليمين واروح تانيها لقدام زي ما انتم شايفين كده. تمام كده. باخد كده الجنب ده على الجنب ده واتني لغايه الاخر. بعد ما بعمل الخطوه دي بدخلها التلاجة بقى في كيس، من غير كيس، في طبق، اي حاجه، بس الانسب انك تدخليها التلاجة، لان في بعض الشقق حتى لو في الشتاء ما بتبقاش برد، يعني بتبقى في شقق دافيه، فاحنا عايزينها الماده الدهنيه اللي فيها تتماسك. انا دخلتها حطيتها في كيس كده وسبتها على الترابيزه 10 دقايق. هنا بعد ال10 دقايق، لكن انا بقولك انتي دخليها التلاجة لان انا شقتي يعني برد شويه. بصوا بقى هنا ابتديت اقطعها كده نصين، انتي بقى عايزه تعمليها كلها مره واحده اعمليها، لكن انا كنت حابه ان انا اقطعها نصين عشان المكان عندي يعني كان ضيق شويه، فقطعتها نصين عشان السبب ده. لكن لو انتي عندك الرخامه كبيره والمكان واسع، افرديها كلها على بعضها كده، ما تقطعيش، افرديها برضو بطريقه مستطيله زي ما عملنا من شويه واحنا بنحط الزبده، هنفردها بطريقه مستطيله. بصوا برضو بتمط معايا، سبتها 10 دقايق وبعد كده ابتديت افردها، فردتها بقى بشكل مستطيل وابتديت اقطعها شرايح بالشكل ده. قطعتها من النص، يعني بعد ما فردتها بشكل مستطيل قطعتها من النص، وبعدين اخدتها خطوط كده شرايح عشان اقدر اطلع كل شريحه لوحدها. بصوا بقى طريقه اللف بتاعتي اهي، بصوا بقفل كده على الحشوه من الجناب وبلفها كده رول كده، سهله ومفيش اسهل من كده، سهله جدا. ولقمه يا جماعه والله العظيم اللقمه طعمها تحفه، حاجه نظيفه وحاجه واثقه منها وحاجه انتي عارفه نفسك حطيتي ايه، وفي نفس الوقت موفره جدا. بتطلعلك الكيلو دي هيطلعلك كام باتيهايه حسب القطعه، يعني حسب حجم القطعه. انا عاملاها وسط، ولا كبيره ولا صغيره. يا رب تكون طريقه اللف بسيطه، يعني مش صعب، مفيش حاجه صعبه. لو في حاجه صعبه قولولي اصور لكم فيديو تاني ادق من كده، اوضحه لكم اكتر من كده. بصوا بقى في مرحله الدهن، انا دهنت الوش لبن وحطيت شويه سمسم كده. مش حابه تدهني اي حاجه مفيش مشكله، بس انا عامه مش بحب ادهن بيض، يعني انتوا عارفين ان انا في كل معجناتي ما بحبش ادهن بيض. سخنت الفرن ودخلته على درجه حراره عاليه، واخد معايا حوالي تلت ساعه في الفرن، ما اخدش وقت. وبعد كده ولعت له الشوايه، اخد اللون ده. شايفين عامل ازاي؟ اللي انا مسكتها الاولانيه دي ساده عشان كده ما فتحتهاش، ودي كمان كانت ساده اهي. بصوا بقى من جوه قطن، هشه وتحفه جدا، غير طعمها حلو قوي، يعني اطعم من باتيه الافران خالص. بصوا دي بقى، يعني انا كنت قطعاها بس اتفاجئت لقيت الكاميرا مش بتصور، فحبيت اوريها لكم تاني. شايفين؟ يلا بقى اعملوا كل حاجه في البيت، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.